متضرر من عودة الشيخ مطيع؟ المتضرر من عودة الشيخ مطيع هو عبد الإله بن كيران وجماعته، يعني أساسا لأنهم بنوا مؤسسة على الكذب، حتى أنهم حاولوا، هما لم يتيق بأنه واحد النهار غادي يبقى يعيش مطيع حتى أنه يقدر واحد النهار يشهد. هما قالوا كمال إبراهيم طلبت منه المخابرات يسد فمه، لا يلتزم الصمت حتى من يوم اللي خاض الورقه وتحيدت من الملف يلتزم الصوت. فهو مع الزوجتين ديالو داخل سوق راسو الان راه كيتحرك ديالو صافي ما ديالهمش. انا شفته في اخر، هما ما فكروش يوما بانه يقدر مطيع يخرج من عند القذافي حي، حتى انهم ملي مشاو زاروه الدكتور الخطيب وهما جماعه المشاه كانت عندهم اتصالات مع المخابرات لتصفيه بن مطيع، مؤامره باش ما يدخلش. هما ما باغينوش يشهد، انسان عنده شهاده، عنده ناس، عنده هما راه غلطوا. المتضرر هو الدكتور، هو عبد الاله بن كيران وجماعته، لانهم بناوا اساطير، بناوا تاريخ ديال الحزب غير مزور لا علاقة له به. يتيم لم يكن يوما في واذا بهم الان جابوا واحد الصحفي سميتو التاليدي كتب لهم بانه قياديين. ملي كانوا كيتكلموا قياديين هما كانوا غيلمان، كان اللي عنده 9 سنين، كان اللي عنده 13، كان اللي 11. كي تكون قيادي وانت باقي في التحضيري وفي السيم دو غادي تلقاهم قياديين وزعماء وكذا. حتى مسكين هذاك الفقيه سميتو العثماني، سعد الدين العثماني، حتى ما ورطوه في بانه كان قيادي وكان كذا. هو مسكين كان تالف في الجامعه وما عنده تما قياديين قالوها على فغادي تلقى قيادي وخلطوا بيناتهم شهاده شاهد. نعم. المتضرر الاول هو هذا. المتضرر الثاني وهذه لا، المتضرر الثاني هو جماعة العدل والإحسان بعد غياب كاريزما عبد السلام ياسين. نعم، بعد موت الراحل عبد السلام ياسين الآن مطيع عنده كاريزما. مطيع لو كان دخل وطلبتي ليه تلوحوا في أي محل ودير اسمه مطيع وريحانة كمان، يعني يجيك 150,000. مطيع تدير اسمه وتصورته لا يعرفونه، غادي يجيو يشوفوا كي داير، بحال ريحانه قلت لك انا هذيك المغنيه كده يجون الناس باش يشوفوها واش بنادم واش حي. وهذا في وقت الان اللي مات فيه الشيخ عبد السلام ياسين رحمه الله، والكاريزما ديالو ما بقاتش الكاريزما ديال مطيع، ما بقاتش التاريخ ديال المطيع، ما بقاتش اتونسيون، ما بقاتش الارتباطات العالميه ديال المطيع. الناس راه كتنسى. جماعة بن كيران خايفة من الارتباطات ديال المطيع في خارج، لأنه لو طبع مع القصر الملكي ما تبقاش تركيا تستقبل سعد الدين العثماني، وما تبقاش تستقبل مصر وكذا كذا، ما يبقاوش يستقبلوهم. وهما خايفين لانه تمويل الجماعه ديال بن كيران تمويل خارجي، وهما فرع من الاخوان المسلمين. هما خافوا دابا الان قوتهم خارج البلد، لانه قوته كثيره خارج البلد. مطيع عنده مشكله الان مع القصر، لو طبع معه يصبح الان كل ما العلاقات الخارجيه، يعني بن خلدون يمكن ليه يخرج مع الدراري ديال الشوماج العاطلين يغوت معاهم برا، يعني المكلف رضا بن خلدون نعم، لانه هو مكلف بالعلاقات وكذا، يخرج برا مع المعطلين، لانه انتهى الامر ديالو. الى نهار يدخل مطيع في المطار انتهت العلاقات ديال رضا بن خلدون. هل تعتقد دكتور بحسك الدبلوماسي وبالتجربه تاعك على ان محاولة انسحاب حزب الاستقلال هي الروادية في المشروع هذا؟ هو ملي كيكون فيه لقاء المصالح، أقول كدبلوماسي أقول فيه مصلحة الآن باش تكون أزمة داخلية عند حزب العدالة والتنمية، وفيه مصلحة عند شباط وحزب الاستقلال باش يفتح باب الناس اللي جايين الوافدين الجدد. وانا اعرف بانه حزب الاستقلال عنده هو حزب قريب من القصر كثير، هما الناس لا يفهمونها. هو حتى هو مؤسسه
قريبه من القصر تاريخيا. فلهذا هما عندهم امكانيه ديال الوافد الجديد من بعد لا بارونتيز، هذه المرحله ديال بن كيران، لانه سي بارونتيز اللي نخلوه كاع تيسالي، نخلوا ليه هذا القانون ديالو الدستوري ونربحوها، وهذا نخلوه ديالهم، وفي مصلحه القصر نخلوه سنتين اخرى حتى تحرق الورقه، حتى يدوزوا عليه كاع الامور اللي ما كيحملها الشعب، حتى يبان ها هو موجود، هو اللي زاد في الليسانس، هو اللي زاد في كذا، ويدوزوا له المقاصه ويدوزوا له كذا ويخرجوه من بعد، يقولوا للناس خرجوا، غادي يخلوهم يخرجوا للشارع الناس ويطردوه. في العشرين بن كيران لا يقدر، ما كاينش واحد من الزعماء ديالهم يقدروا ينزلوا بدون ما يكون الامن حولهم الان في الشارع، وهذا خطير. انا من المؤسسين ديال انا الدبلوماسي الوحيد اللي نزل وانا وزير مفوض، وخليت الطابي روج وخليت في الكتابه ديالي ونزلت. انا من المؤسسين ديال حركه 20 فبراير بالصوره والصوت مع الجماعه. فنقول لك بان هو بن كيران كان معنا الرميد، كان معنا حميد الدين، كان معنا العثماني، كان معنا احنا، كنا نعرفوهم للابتزاز السلطه. الان ما يمكنش ليهم ينزلوا. نزل نهار واحد المعطلين راك شتيه هو عبد الله باحه، فكان على الامن هو اللي داه، اللي خرجوا من 20 الامن اللي داه، باه يركب في سياره ديال الامن بالامن ديالو. الان لا يمكن لقائد من الجماعه ديال يتيم او بن كيران او حميد الدين او الرميد او غيرهم او العثماني او كذا ان ينزل بدون حراسه ديال حزبه. يعني هي مخابرات شخصيه هذيك، لانه حتى هي راه داخله او قول له يخرج في الشارع. المتضرر اليساريون هل هم متضررون تحت اشتراك؟ نعم المتضررون اذا شهد الاستاذ اليزغي، اذا لانه هو الوحيد. انا من جهتي الدكتور الخطيب، هو من جهته رحم الله بن زكري، رحم الله ناس الانصاف والمصالحه كتبوا عندي التقرير. اقرأوا التقرير، اقرأوا التقرير. رحمهم الله. الانصاف بن زكري والانصاف والمخابرات والرويسي وهبي، الجماعه اللي كلها الان في الانصاف كتبت من قتل عمر وما. نعم دكتور رداد، نشكرك. الله يحفظك. اعطيتكم